والله دخلت تهريب زي ما دخلت هنا، تهريب حياتي كلها تهريب. من الصومال، أنا من الصومال من مقدشو، دخلت تهريب هناك. طلعت السيارة كبيرة شاحن 5 أيام في الطريق إلا المقدشو إلا بوساس. وأنا رحت صنعاء، جلست صنعاء، سبحان الله تزوجت زوجي الآن، جلسنا عيشتنا حلوة. هي هذه. اليوم أنا لو ما كنت خرجت من اليمن، بغض النظر عن المشاكل هذه كلها، كان ممكن واحد من عيالي يكون في الجبهة في الحرب. واحدة من الأسباب الأساسية أنا الحرب ما كانت فارقة معي. تفرغ العنصرية لأطفالي، أنا يمني وهي صومالية، مش مؤثر علي ولا مؤثر عليها، لكن مؤثر على أطفالنا. تنمر، يعني أطفال يعانوا من التنمر في المدرسة بسبب جنسية أمهم، بسبب لونهم. عند الصوماليين يقولوا أنت مش صومالي، يعني ولا عندهم جنسية صومالي ولا عندهم جنسية يمني، ضايعين من النص. وأنا أسعد. ففي الأخير قررت السفر، يعني تهريب. كان ممكن أطلع طيران أنا وأطفالي، بس الأم ما فيش لها طريقة أنها تدخل القاهرة بطريقة رسمية، فاضطرينا نروح كلنا تهريب مع بعض. رحلة يعني ممكن طيران تكلفك وقت 2 إلا ربع، أخذت معانا أكثر من شهر. كل واحد يحولك إلى واحد. أول موية في ديسل اللي نشرب فيها، يعني الماء مش صالح للشرب، طعمه كده. والأكل مش زي الناس. بعدين يشيل لكم إلى الساحل في العراء كده، لا في بيت ولا حاجة. في النهار شمس، في الليل برد. 20 يوم جلسنا في الساحل. بعد كده لما أجت المركب 5 أيام جلسنا في عرض البحر من ميناء ميدي لحد بورسودان. ويقول أصحاب المركب أسرع وقت نوصل، نفس الوقت كذابين. فالمجموعة القليلة اللي عندها أكل بتضطر تقسمه. إن المركب زحمة كتير، بيقول لك لو قمت تروح ممكن المركب تنقلب. المركب كانوا قالوا في سراير، في مدري ايش، وفي راحة، في تطلع كل هذا الشيء. تطلعت يخير جو تاني. ممكن كمان يرموك في عرض البحر لو كترت الكلام. رعب. جلسنا في الخرطوم أسبوع، بعدين أخذونا في سيارات نقل جيب لحد أسوان مدة 3 أيام، يعني ممكن حوالي 35 إلى 40 نفر وسط العربية، واللي يسقط الله معه. السيارة ما توقف، إذا أعطوك مية كويس. كل رحلة لازم تعمل احتياطك، لازم. الحلم كان على أساس أنه أول ما نوصل مصر نستمر، يعني على أساس أنه إيش، من مصر إلى إيطاليا. برضو حاولنا ندخل تهريب تاني. بعد سنة عرف على واحد سوداني، قال التهريب، رجع ثاني مرة في سك البحر في تهريب. نطلع المركب على أساس نحن عمال في المركب من الإسكندرية. صدقنا ورحنا
خدونا من هنا بعربية، أول شيء في ميكروباص، بعدين مجموعة كبيرة كنا، بعدين ناس طلعوا لنا كتير. عربيات نقل مغطى كده، ينيموك ويقول لك ما ترفعش راسك. قعدوا يلفوا بينا يمكن حوالي ساعتين ثلاثة. بعد كده نزلوا لنا قالوا لنا خلاص انتوا قريب من الإسكندرية، بكرة هتطلعوا المركب. أول ما نزلنا من العربيات تفتيشات سكاكين لما غير دخلنا كل الشقة وتفتيش ولا تحرك وعد. المهم هذا الخبابير. أول ما وصلنا دخلنا الشقة وقفلوا العسابة، خرجوا سكاكين لا يحرق، لا حد يسوي كذا، لا. تصدمنا. جلسنا 4 أيام. بعد 4 أيام كهرباء، اتكلموا مع أهلكم، انتم موجودين سيشيليا والكهرباء هنا. تكلم، أنا موجود سيشيليا، تسلموا فلوس. قول غصب عنك أنا موجود سيشيليا وأهلك يشوفوا الرقم حق إيطالي. لما جلسنا 26 يوم وتملت الشقة، والشقة الثاني مليان وضرب وبهدلة بدأت أنا سكتي يا أم 6 عيالك. العيال يبكوا لما يعيدوا يسيحوا فوقي. أنا سكتي عيالك يا أم 6، أسكتهم جوع. طبعا يعني بيحصل ضرب عنيف قدام الأطفال، دم، اغتصاب قدام الأطفال. يعني الطفل يفتكر إنه هو التالي، يعني الدور جاي عليه، تلاقيه بال على نفسه من كثر الخوف. هذه أصعب الأشياء اللي تمر عنهم. إيش حتقول له حاجة وشايفها أمام عينه؟ هذه أصعب المواقف. هناك شهر 2 شهر 2 نهاية 2 دخلنا، نهاية شهر 2 وخرجنا 25 شهر 3. هم خرجونا، هم لما اتملت الشقة. لما نخرج الشنادق حقنا ما فيش ملابس ولا كوش ولا حاجة، خرجنا احنا كده. النهاية جابوا لنا بالكبرى هذا الدائري اللي يروح 6 أكتوبر كده. المهم نزلنا هنا ورجعنا بيتنا، والفلوس أخذوا وبهدلة وتوبة هذيك الساعة. إذا في تهريب تاني ما أطفل، لأنه ما أقدر أسيب عيالي وصعب. فإذا فلوسك موجودة أنت يعني مش هتشوف مواقف صعبة مع المهرب. إذا فلوسك تأخرت هيبهدلوك، وإذا ما عندك فلوس هيقتلوك.